اسباب وقوع النادي الاهلي وقع وقعه غريبه في المستوى، في اللياقه. احنا كجمهور الاول كنا بنتفرج على اي ماتش، اول حاجه بالنسبه لنا الاهلي هيكسب. دلوقتي بقينا ندخل الماتش مقلقين. الاهلي وصل للمستوى دوت لسبع اسباب. اول حاجه بيع وسام ابو علي. وسام ابو علي كان مهاجم هداف ومهاجم نجم، خلانا نوصل لمرحله اللي احنا حاليا ما عندناش مهاجم. بتقول لي امال جراديشار ومحمد شريف، اقول لك لا دول لا يصلحوا. انت كان عندك مهاجم سوبر بيخلص لك اي ماتش مقفول، دلوقتي انت بعته بفلوس كتير، هتدفع فلوس اكتر عشان تعوض اللي مشي ده. المشكله رقم اتنين، النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي فات باع لعيبه كتيره من غير ما يعوض اماكنها، اهمهم عمرو السوليه وتاني واحد رامي ربيعه. هتقول لي ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك ده سبب مهم جدا ما تقللش منه. عمرو السوليه كان ممكن في ماتش يديك سرو او اتنين يخلص لك الماتش، لكن انت حاليا الموضوع دوت اثر عليك. هتقول لك ما عندنا امام عاشور، اقول لك ده السبب رقم ثلاثة. امام عاشور متصاب بقاله فتره طويله من ساعه كاس العالم لغايه دلوقتي، ده اثر بشكل جذري على مستوى النادي الاهلي. سبب رقم أربعة، بيع علي معلول. هسألك سؤال، علي معلول دوت لو كان بيلعب دلوقتي مش كان يبقى احسن من كل الموجودين؟ هتقول لي سن وبالسن، ده الراجل لغايه دلوقتي